ودلوقتي بعد ما الديناصورات بدأوا يثبتوا وجودهم بدأت تظهر حاجة تانية غريبة بتحصل في خلفية المشهد. الأرض نفسها، القارات اللي بنشوفها النهارده كانت زمان كتلة واحدة وابتدت تتكسر وتتحرك بعيد عن بعض. السؤال بقى، هل تحرك القارات ده كان ليه تأثير على تطور وانتشار الديناصورات؟ يعني مثلا هل الديناصور اللي كان بيعيش في أفريقيا ممكن يبقى ابن عم اللي في أمريكا؟ علشان نعرف الإجابة تعالوا نتكلم عن الانجراف القاري ودوره في توزيع العيلة الديناصورية حوالين العالم. في نفس الفترة اللي الديناصورات كانت بتتعلم تمشي، القارات كانت بتتفرق زي صحاب المدرسة بعد الامتحان. الأرض في يوم من الأيام كانت عبارة عن قارة واحدة ضخمة اسمها بانجيا، والبانجيا دي كانت ساحة اللعب الأساسية للديناصورات في أول ظهورهم من العصر الترياسي مرورا بالجراسي لحد الطباشير. طيب إيه علاقة الحكاية دي بالديناصورات؟ الموضوع كبير جدا، خلينا نبسطه. في الأول وحدة الأرض يعني وحدة المناخ يعني وحدة الديناصورات. لما القارات كلها كانت لازقة في بعض، الديناصورات كانت تقدر تتحرك من أقصى الشرق لأقصى الغرب من غير ما تركب لا قارب ولا طيارة. عشان كده تلاقي أنواع كتير من الديناصورات متوزعة في قارات مختلفة، لأنهم في الأصل كانوا ساكنين في نفس الشارع، لكن بعدين القارات بدأت تتزحلق بعيد عن بعض. ايوه، زي ما تكون انت واصحابك في الجامعه قاعدين مع بعض، بعدين كل واحد يروح لحاله وترجع تلاقي كل واحد بقى عنده حياه جديده ولبس غريب. نفس اللي حصل في الديناصورات، بدات كل قاره تطور نوع خاص بيها. الديناصورات في افريقيا بقت تختلف عن اللي في امريكا وعن اللي في اسيا، وده خلى التنوع يضرب في السقف.